اكلمكم على طقم تقريبا كل شويه بيجي لي حد او بيكلمني حد عليه انه اتضحك عليه في 3 ولا 4000 جنيه. الطقم ده اسمه نيو سافلون. طبعا احنا مش هنتكلم ولا نقول نيو سافلون ده حلو او وحش، بس الفكره ان دايما الناس بتضحك عليها في الطقم ده. ليه بقى؟ لان الطقم ده معمول اسمه نيو سافلون. اولا الطقم ده مصري 100%، يعني هو صناعه مصريه والخامات بتاعته مصريه، لكن للاسف الشركه بتاعته كاتبه عليه كوري، ان هو كوري. ثانيا بقى ان هم عاملين الموديل او الشكل الكوري، زائد ان هم واخدين الاسم او العلامه التجاريه بتاعت سافلون وضايفين عليها نيو سافلون. طبعا الشركه بتعمل كده عشان خاطر عايزه التسويق السريع، يعني هي بتقول لك مش لسه هقعد اعمل طقم واعمل له اسم، انا عايز اعمل طقم النهارده وابيعه بكره في الحال. دي طبعا شركه وكل شركه ليها سياستها، احنا ملناش دعوه بيه، بس الشركات ده اللي بتعمله ان هي بتخلي الزباين فريسه بقى للتجار. خد عندك بقى ان في ناس من التجار بتبيع الطقم ده على اساس ان هو سافلون الاصلي. بصوا يا جماعه، سافلون الاصلي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. اولا سافلون الاصلي ما بينزلش يد منه فيه، يعني سافلون ماركه سافلون اللي هي التركي دي، اذا كانت تيتانيوم او جرانيت، ما بتنزلش يد منها فيها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. لا، يعني اي حد او اي محل يقول لك ده سافلون وسعره النهارده نيو سافلون اغلى حاجه فيه النهارده ب 3700 3500 على حسب تشكيله، 2900، ده سعره، ده طقم مصري. لكن هم خدوا كلمه نيو من نيو فلام وسافلون من سافلون اللي هم اعلى براندين في مصر كلهم، يعني دولت اعلى براندين، فهم خدوا نيو وسافلون. وفي نفس الوقت عامل لك تصميم الكوري وعامل لك علم كوريا على الكرتونه وكاتب لك كلمه كوريا كبيره كده. عشان كده الناس تاخد بالها كويس قوي وهي رايحه تشتري سافلون على اساس ان هو سافلون مصري، مش لا كوري ولا تركي. ولما هنتكلم بقى على الجوده، هو للاسف الجوده بتاعته مش احسن حاجه، يعني هي تحت المتوسطه. انا بنصح او يعني نصيحتي للشركات دي، بما اني في السوق بتعامل مع الناس، نصيحتي ليك انك بما انك انت عملت اسطمبات وعملت كرتونه وعملت طقم، علي من الجوده بتاعتك شويه واعمل اسم ليك. ما تعتمدش على التسويق السريع، احنا خلاص سياسه التسويق كلها اختلفت النهارده. الزبون ممكن ب 100% يشجع المنتج المصري او المنتج المحلي، فبالتالي انت قدم له منتج كويس. عندنا شركات كتير جدا بنضرب لها تعظيم سلام، زي عندنا عبود، زي عندنا زينوكس، زي عندنا شركات مصريه كتير جدا. فبالتالي انت خليك في الاتجاه ده وبلاش اتجاه بتاع شراء العبد ولا تربيته، يعني ده عشان خاطر التجار للاسف بتبيع الطقم ده. في ناس بتيجي تقول لي انا شارياه ب6 و7000 جنيه. اتمنى ان الناس تعمل لايك وتعمل شير علشان خاطر الموضوع ينتشر وناس كتير جدا ما يضحكش عليها. شكرا.